الكلب اتغذى والإنسانية والرحمة اتعوروا وبينزفوا. المشاهد اللي هتشوفوها دلوقتي مش عن كائنات بأربع رجول، دي عن بشر اتخلوا عن أي حاجة بتربطهم بالبشرية. ده كلب نايم في حاله، ما بيعملش حاجة، ولا بيهوهو ولا بيجري ولا مؤذي. فجأة جه مخلوق يشبه البشر من بره، لكن جواه شيطان. هو وأصحابه هجموا على الكلب وغزوه بسكينة أو مطوة من بتاعة المهرجانات اللي كلكم عارفينها. والكارثة إن مفيش حد علمهم يعني إيه حرام، أو علمهم يعني إيه رحمة ولا ضمير. وهنا ليا سؤال لحضراتكم، هما الولاد دول في حد بيربيهم؟ والله إحنا محتاجين نربي من جديد، مش نربي كلاب ولا حيوانات، لا محتاجين نربي البني آدمين. شيروا الفيديو ده مش علشان الناس تتفرج، علشان نجيبهم ونبدأ لهم إعادة هيكلة نفسية في مصحة، مش على فيسبوك ولا تويتر ولا تيك توك. أنا عايزكم تركزوا في نظرة الكلب. الكلب مش فاهم اتضرب ليه، النزيف ده إيه، والوجع مش في ظهره. الوجع الحقيقي إن القسوة بقت عادة، وإن الولاد دول هيروحوا بيوتهم من غير حساب للأسف. وكل واحد شاف الفيديو ليه دور. شير، اتكلم، خليك إيجابي، سبب في تصليح اللي فسد. شارك الفيديو يمكن نرجع قيمة اسمها التربية أصلا. عارفين ليه بقول خلينا إيجابيين ونستخدم السوشيال ميديا صح؟ لأن الفيديو اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه دلوقتي ده هو كان رد فعل نادي ملاكمة في روسيا فصل رياضية شربت قرد فيب. هي ولا عورته ولا قتلته، هي بس ضرته، وهو ولا حول ولا قوة. وفعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بس حضراتكم تقدروا تشوفوا مدى تأثير سلاح السوشيال ميديا اللي هي استخدمته علشان تلم لايك وكومنت، بس اتقلب السحر على الساحر. نروح بقى للناحية التانية تماما ونشوف فرق التربية بجد. طفل صغير لابس شنطته وماشي في حاله، شاف كلب بيتهاجم من كلاب تانية، ومفاجأة ايه؟ ما دخلش يتفرج ولا يصور، ده دخل يدافع، حاول يبعدهم بعصاية. الكلاب هجمت عليه هو، كانوا ممكن جدا أو كان ممكن يتعض، بس ما انسحبش. ده اسمه بني آدم، مش بالشهادة، لا بالمواقف. الحقيقة إن الولد ده لازم يتكرم، ده نموذج نادر واللي حصل يستاهل العالم كله يشوفه. شوف الفرق بين التلاتة استخدموا عددهم في إنها قوة في الأذى، وطفل لوحده استخدم ضعفه في الرحمة. نفس الجيل نفس السن، لكن التربية والضمير هما الفرق الحقيقي. لازم الولاد اللي ضربوا يتحاسبوا، ولازم الطفل اللي دافع يتكرم. بكده بس هنغرز القيم من جديد، كده بس الناس هتشوف الفرق بين عذاب ورحمة. الحقيقة القصتين دول مش عن كلب بس، القصتين دول عننا احنا، عن اللي بيعذب ويمشي، وعن اللي بيرحم ويدفع الثمن، عن حياتنا اللي بقت معكوسة. القاسي بيتسكت عليه والطيب بيتلسع. احنا في زمن غريب، الرحمة بقت مشهد نادر، بس لو ما قدرتش تساعد على الأقل ما تأذيش. شير الفيديو مش علشان الكلب، علشان الإنسان اللي جواك ما يختفيش من الاعتياد على الحاجات دي. واللي غلط يتحاسب، واللي رحم يتكرم، لأن لسه في أمل طول ما في ناس ما بتسكتش عن الغلط.